مرحبا عيوني، شلونكم حبايبي؟ عساكم بخير صحة وعافية. مشتاقة لكم كومات بقدر رحمة رب العالمين. طبعا هنا أنا مستعجلة بالكلام ما أدري ليش. المهم حبايبي سألتوني أو بنات قالوا أيمن وين مختفية، وجزاكم الله خير الجزاء. طبعا أني وين مختفية هنايا. تعالوا شوفوا أني وين. أني ببيتي صراحة، بيتي اللي 3 سنوات. أنا على مدار أول يوم فتحت القناة قلت لكم عندي بيت ودا أبني. المهم كملنا البناء وانطينا استراحة نفسنا وسوالف صارت. المهم وصلنا هسه حاليا كملنا اللبخ، كملنا السيراميك، ووصلنا مرحلة البياض. طبعا بما أنه البيت طابقين، شي يصير جوا يصير فوق، وما أحكي لكم عن المعاناة ويا الأسطوات. زين، يا أسطى نروح له يقول لنا اليوم وباكر اكو قبلكم حاجزين، اكو بعدكم حاجزين، اكو ما ادري شنو بهالشي. الحمد لله والشكر وصلنا مرحلة النهاية، وما احكي لكم ان شاء الله يا رب العالمين يوم الكل وحدة ما عندها بيت. طبعا انا كان عندي بيت، ملك لله، كان عندنا ملك الحمد لله والشكر. بس شنو البناء كان ما عاجبني اني، والمنطقة ما عاجبتنا، وأبوي ما يحب يبتعد كلش عن أهله، فرجعنا أخذنا يم أهله وعدلنا كل الأخطاء اللي سويناها بذاك البيت الثاني، والحمد لله والشكر. هسه هنا شوفوا هاي الكارثة. طبعا هنا احنا مسوين سيراميك الغرفة، مسوين سيراميك الجو هماتين، باقي عندنا بس هذا الهول. صارت إشكالات ويا السيراميك صراحة، شغله ما عجبنا. فأبو أيمن قال له أخذ غراضك وهاي أتعابك والله وياك. صراحة أني ما أحب شغل أعوج، ولا أبو أيمن يحب شغل أعوج، لأنه إحنا دافعين فلوس وتعبانين على البيت. من نشوف الشغل ما يفيد، لا والله أي أصلا كان إن يعني ننطيه تعابه وفي ما لا أكو غيره يجي. المهم هنا بقينا أصلا لأنه إحنا كنا مستعجلين وأبو البيت يريد بيته. زين، فهنا أني أجي وقت للبيت، تالي وقت نجي تظلم يلا نجي. اليوم بهذا اليوم قلت لأبوي من لازم من وقت نروح حتى شوي أصور، لأن ما يصير أنا البيت من الأساس لحد الآن كل شيء مصورة من عنده، مالي بس أسولف بالبيت. هنا دا أراويكم هاي الحشرة، ما أعرف فيها فراشة هي شنو، هي تطلع بين العنب كانت، وأبوي من يلزم وأنا يخاف من عنده يقول تعي صوريها. يعني هناك أصور بيها شغلات قلنا حلوة بعد، يعني تذكار يعني يبقى ذاك بيتنا خلاص بعد، يعني احنا بعد شلنا من عنده أو نطلع من عنده. لهذا السبب هاي القنفات مثل ما تشوفون هسه راحن اختفن أصلا، محيتهن. هنا بدينا أبو أيمن قال لي أبو أيمن هو باقي شي قليل باقي، فحاولي تلمين غراض البيت وحتى لا ترتبكين ولا تستعجلين، لأن أنا صراحة وحدي وأتعب. فسويت جبت كراتين أو صناديق وكل المواعين وكل الشغلات طلعتهن مثل ما تلاحظون، خليت هناي بالكراتين حتى أكمل باقي المواعين مالتي كليتهن أشيلهن. طبعا ما أحكي لكم هنا الخربطة بآخر الأيام، ما أحكي لكم دمار. ليش؟ لأنه أنا أصلا ما كنت أشتغل هالقد، يعني حايرة بالطبخ العمال ويا أبو أيمن وبالي مشغول، وأصلا أنا مريت بظروف يعني ما أسولف لكم. هنا القنفات راحن بعنان خلصنا منهن، شو تقولون قولوا، ما بقيناهن أصلا الحمد لله وشكر من خلصت من عدل. هنا بس بقى الاستقبال هيجي زين فارغ. والبردة والمدات أنا لامتن، يعني المدة لامتن هناك بخيط لافتن، والبردات أريد أنزلهن. وهاي الفرشة مالتي أنا حندي نسويهن يعني أنصاف، لأنه مو قياس ذاك بيتنا. هنا نفس الشيء. طبعا يوم لعبة العراق احنا وين دا نروح للبيت، نروح لبيتنا الجديد. يعني هاي احنا شوفوا هيك وقت نطلع ساعة ب8 هيك اوقات، يعني ب7 ب8، وبالشتاء باردة شهر الواحد يعني 12 الواحد احنا جايين رايحين نغسل بالبيت، جايين رايحين ننظف البيت. وللأمانة ما تنظف البيت بشكل يعني كامل، لا ما نظفناه بشكل كامل. هنا ايش سوينا؟ المفاجأة الحلوة، جبنا غراضنا ورتبنا جزء من عنده، يعني اللي من كملوا السيراميك وكملوا البياض اجينا، والكهربائيات يعني اكيد من ضووا البيت نار البيت صار حلو. جبنا
ركبنا غراضنا اللي ما نحتاجن بذاك البيت. هنا الكاونتر وغراض البيت طبعا الكل بالكراتين. دا يشوفون الثلاجة ويشوفون الطباخ وين. طبعا هوسة ما احكي لكم عنها. كل غراض شلون ما كان شمرناهن يعني بس هيجي في سبيل نكمل نشيل من هناك يعني كنا كلش مستعجلين بشكل مستعجلين. ابو البيت يريد بيته وكنا متضايقين اصلا من هواية امور ذاك البيت كنا متضايقين من عنده يعني ابد مرتاحين بيه الحمد لله والشكر. هنا تشوفون دنيا الليل وجاي اصور شوف الماسحه مالتنا خطيه ابو ايمن واني كل شيء عند تعبنا. هو اكثر من عندي يغسل البيت واكثر من عندي ينظف البيت لان اني ما اقدر. قلت لكم سبق قلت لكم بسبب العمليه مالتي ما اقدر. وهاي اول تفريزات سويناها ببيتنا. طبعا ما صورت لكم وان شاء الله بعد شوي اراويكم المطبخ مالتي. زين هنا سويت كبة طبعا كبة حلب او كبة تمن. طبعا ما شاء الله ما احكيكم عن العاصفة والهواء اللي صاير عندنا هنا هالايام ما شاء الله. هواء كلش عالي يعني هيك تحسون البيت دا يهتز. اي والله هسه تقولوا مبالغة بس كلش البيت الهواء عالي. هنا داراويكم الكبب مالتي شلون كبات سويت هالمرة. سويت الكبة كلش كبيرة بشكل يعني ما حبيت كبب صغار بعد. قلت لا خلينا نسوي كبة كبيرة احسن. طبعا ما احكيكم كوكو دا يحكي ويا ابوي يسولف ويا ابوي يريد يصلي هو مرتين دا يسولف ما دا يخليني امنتج الله يحفظه. كلش حلو كبران ما شاء الله صار عنده سوالف. هنا سويت دول مهماتي انا ببيتنا وخبزت خبز وما احكيكم صار مفاجآت هواية ان شاء الله بايام الجاية تشوفون فيديوهات كلش حلوة وممتعة. وليش رجعت لكم هيك طول الفترة حتى ارجع استمر وياكم. مع السلامة كلش احبكم.